السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البشر على مر العصور كانوا دايما مهووسين بالفضاء والفلك، بيبحثوا بين الكواكب والأقمار والنجوم، وبيبعتوا رحلات فضائية لأجرام سماوية. لكن الغريب بقى في الموضوع إنهم دايما بيستكشفوا الأماكن البعيدة وبس. محدش فكر مرة إنه يستكشف مكان قريب جدا مننا، يدوب بينا وبينه عشرات الكيلومترات. وعشان نوصل للمكان ده كل اللي علينا ببساطة إننا بدل ما نبص لفوق هنبص لتحت. أهلا بيكم، أنا محمد حسان. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس عشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. كلنا بنقول إن بطن الأرض سخن ومليء باللافا والحمم البركانية، لكن يا ترى عمرك سألت نفسك إحنا عرفنا الكلام ده منين؟ وإزاي عرفنا إن بطن الأرض سخن؟ والأكتر غرابة من كده إننا بنلاقي علماء الجيولوجيا بيوصفوا التركيب الداخلي للأرض بوصف دقيق، لب داخلي ولب خارجي وقشرة وغيرهم. يا ترى عرفوا الكلام ده إزاي؟ وهل فعلا في حد راح زيارة لبطن الأرض وبعدين طلع حكى للناس عن تفاصيل رحلته؟ في الحقيقة بداية الموضوع كانت عند الفيزيائي لورد كيلفن، هو صاحب مقياس كيلفن الخاص بدرجات الحرارة. زمان في العصور الوسطى كان عمال المناجم بيلاحظوا إنهم كل ما يحفروا بشكل أعمق داخل الأرض كل ما درجة الحرارة تزيد، ويبدأوا يعرقوا بشكل أكبر. وقتها محدش كان فاهم السبب ليه كل ما ننزل درجة الحرارة بتعلى. وقتها ظهر لورد كيلفن وقال: بصوا يا جدعان، أنا عندي اقتراح. من وجهة نظري كده الأرض زمان كانت سخنة ودرجة حرارتها مهولة، ومش بعيد كمان إن كلها على بعضها كانت كتلة ضخمة ملتهبة، والكتلة دي بدأت تبرد بالتدريج. وعلى مر السنين بدأ المحيط الخارجي للأرض يبرد ويقل في درجة الحرارة، لكن باطن الكوكب نفسه ما زال محتفظ بالحرارة المهولة دي جواه. والحرارة دي بقى في جزء منها بيرتفع للطبقات العليا من وقت للتاني، فكل ما نبعد عن باطن الأرض تأثير الحرارة يقل، كل ما نقرب تأثير الحرارة بيزيد. طبعا الناس كلها وقتها: انت بتقول ايه يا عم؟ احنا مش فاهمين منك حاجة. فالموضوع ببساطة ان اللي كيلفن كان يقصده ان الارض في اللحظات الاولى لتكونها كانت درجة حرارتها مرتفعة جدا، وما زال الباطن محتفظ بالحرارة دي بسبب الهيكل الصخري والطبقات المحيطة بيه. وبالرغم من ان الكلام ده وقت كيلفن كان مجرد فرضيات واقتراحات، الا ان العلم بعد كده اثبت ان باطن الارض فعلا ملتهب. طب هل يا ترى الموضوع توقف كده عند كيلفن؟ يعني احنا خدنا الكلام من الراجل دوت وقلنا امين ومشينا على كده؟ الحقيقة في اكتر من محاولة تمت بخصوص الموضوع ده. اشهرهم كانت تجربة في عام 1970 من قبل الاتحاد السوفيتي سابقا. السوفيت اجروا واحدة من اغرب تجارب الحفر والتعدين في حياة البشر. في عام 1965 اقترح باحثين السوفيت انهم يحفروا بئر عميق يوصل لمسافات سحيقة في باطن الارض، ومن خلال البئر ده هيبدأوا يدرسوا كل حاجة متعلقة بطبقات الأرض السفلى ويفهموا إيه اللي موجود تحت بالظبط. وبالفعل حددوا موقع الحفر في مدينة زابوليارن الروسية، وبعد مرور عدة سنوات بدأوا في حفر بئر أطلق عليه فيما بعد اسم بئر كولا. المشروع بدأ في البداية بسلاسة شديدة وبدون أي عقبات، وبالفعل عن طريق بئر كولا اكتشفت السوفيت اكتشافات عظيمة. اكتشفوا مناجم غنية بالذهب والألماس مدفونة في بطن الأرض، واكتشفوا كمان كميات مهولة من غاز الميثين على أعماق سحيقة. كان بيعتقد في الماضي إن الأعماق دي لا تحتوي على أي شيء حيوي، واللي بدوره فيما بعد خلى المنقبين عن النفط والغاز الطبيعي يعيدوا النظر في مسافات الحفر اللي بيحفروها أثناء مشاريع التنقيب. ده غير بقى عدد ضخم من المعلومات الجيولوجية الخاصة ببطن الأرض اللي اكتشفوها خلال الحفر. الموضوع كان مثمر للغاية لحد ما فجأة حصلت حاجة غريبة. في عام 1989 أعلنت السوفيت إنهم هيوقفوا أعمال الحفر لأسباب غير معلنة، بعد ما كانوا وصلوا لأكتر من 12,000 متر داخل بطن الأرض. ومع حلول 1992 أصدروا قرار بإنهم هيوقفوا المشروع، بل وكمان هيقفلوا الحفرة اللي اشتغلوا عليها كل السنين دي. المسؤولين عن المشروع وقتها برروا التوقف
بأن التمويل بتاع المشروع خلص، بالإضافة لأنهم اكتشفوا إن درجة الحرارة في الأعماق اللي وصلوا لها كانت أكتر بكتير من المتوقع. درجة الحرارة في العمق اللي وصلوا لها كانت بتتعدى 300 درجة مئوية، في حين إنهم كانوا عاملين حسابهم على إن درجة الحرارة لن تتعدى 100، والموضوع اتقفل على كده وما ظهرش أي قرارات تانية تخصه. لكن مع ذلك العوام تداولوا الموضوع بشكل كبير، وظهرت إشاعات وأساطير بتقول إنهم وقفوا المشروع لأنهم اكتشفوا مخلوقات غريبة في جوف الأرض، وإن الحفرة العميقة اللي السوفيت عملوها دي كانت تعتبر بمثابة بوابة هتسمح لمخلوقات العالم السفلي إنهم يهربوا من عالمهم وينتقلوا لعالمنا. في النهاية بئر كولا هيفضل أعمق نقطة قدر البشر يوصلوا لها من خلال الحفر. والمدهش في النهاية بقى إنه بالرغم من إن عمق بئر كولا لا يزيد عن 12 كيلومتر، إلا إنه ما يجيش نقطة في بحر لما نيجي نقارنه بنصف قطر الأرض، واللي بيقدر بحوالي 6371 كيلومتر. وعشان كده عدد كبير من الباحثين بيعتبروا بئر كولا مجرد خدش بسيط في القشرة الأرضية الخارجية للأرض، والمعلومات اللي حصلنا عليها من خلاله غير كافية تماما علشان نفهم بيها العالم الداخلي لباطن الأرض. وعشان نفهم أكتر لازم نحفر أكتر. أفلام الخيال العلمي المتعلقة بالرحلات لباطن الأرض بتصور البشر دايما وهم موجودين في أعماق سحيقة داخل الأرض، بل وكمان بيبقوا على مقربة من اللب الداخلي للأرض، وبيكونوا شايفين اللافا والحمم بعينيهم. والسؤال هنا بقى، هل يا ترى نقدر نعمل ده في الواقع ولا لأ؟ في الحقيقة احنا شايفين إننا نقدر، لكن الموضوع صعب شوية، أو تقدر تقول شويتين. عدد من العلماء اقترحوا إنهم يرسلوا مكوك تجاه بطن الأرض زي اللي ناسا أرسلته تجاه كواكب الأقمار، وشايفين إن المفروض البشر بدل ما يركزوا مجهودهم في الفضاء يبقى تركيز مجهودهم أكتر على الأرض اللي احنا عايشين عليها. والرحلة دي من وجهة نظرهم هتبدأ بعمل حفرة لها قطر مناسب يتصب فيها باستمرار كمية ضخمة من الحديد المنصهر الموجود تحت ضغط عالي. الحديد المنصهر ده هيقدر يتغلغل للأسفل ويسيب وراه ممر مجوف ممكن للمعدات المعدنية إنها تمر من خلاله، وبالتالي نحصل على ممر دائم بين سطح الأرض وباطنه. الموضوع ممكن نظريا يبان سهل، لكن في الحقيقة معقد للغاية. طب هنستفاد إيه لو وصلنا لباطن الأرض؟ وليه نعمل مكوك وحفرة والكلام ده كله؟ الحقيقة الموضوع مفيد جدا. فكر معايا كده، إيه أكبر أزمة موجودة في عصرنا الحالي ومتوقع إنها تستمر، بل وكمان ممكن تزداد خلال السنوات القادمة؟ الإجابة ببساطة هي أزمة الطاقة. الطاقة هي العمود الفقري لكل حاجة موجودة حوالينا، وأحد الأسباب الرئيسية لصمود البشر على سطح الأرض. الأبحاث الخاصة بباطن الأرض بقى مرتبطة بكل أشكال الطاقة اللي بنستخدمها، سواء النفط والغاز الطبيعي والمعادن المشعة وغيرهم كتير. لكن مع ذلك مش ده برضه مربط الفرس. في مصدر تاني من مصادر الطاقة داخل سطح الأرض مختلف تماما عن كل المصادر التقليدية اللي بنستخدمها. المصدر ده هو حرارة باطن الأرض. الحرارة الداخلية للأرض تعتبر مصدر بديل للطاقة النظيفة ومتجددة، موجودة بكميات مهولة ومحتاجة بس التكنولوجيا اللي تقدر تستغلها بصورة سليمة. ولو قدر العلماء يستغلوا الحرارة دي في توليد الطاقة هنحصل على طاقة مستمرة تكفي البشر لمئات بل ملايين السنين. وعلى فكرة احنا مش محتاجين نوصل للب الأرض نفسه عشان نستفيد بالطاقة دي، لكن على الأقل لازم نوصل لمسافة تكون فيها حرارة كافية لتوليد الطاقة. في الحالة دي مش بس دراسة الطبقات السفلي لباطن الأرض هتكون مفيدة، لكنها هتكون سبب في تحويل الأرض لمكان أفضل.